هذه قصيدة قلتها قبل عام وشالها المنشد شعيفان وحبينا نجيبها اليوم، وهي قصيدة في الشام، والله ينصر أهل الشام. الله كريم، والله واجب على المسلم أن يدعو كل شيء. يقول: منصور يا شام العروبة والإسلام، عليت من كل العباد السلام، أحد يوصلها عبر بث الإعلام، وحد دفنها بالحشا ما يلامي. لا تحسبون الظلم عامين وأيام، 50 عام يعيش قتل وظلامي، حتى انكشف ستر الخديعة والأوهام، وطير السعد في الجو غرد وحامي. ثورة وطن فيها التفاني والإلهام، درعا بدايتها دمشق الختامي، قاد البطولة جيش الأحرار مقدام، مطلوبها الأول إسقاط النظامي، تشهد له هدلب يوم حظه لها قام، وجسر الشغور وفعل الأبطال سامي، ومعها حماه وحمص من بين الأرقام، والله يعز جنودهم فالمقام، لأن النظام أصل الإهانة والإجرام، عصابة الإرهاب والانهزام. بالله وش ذنب الأرامل والأيتام بعد المعزة تحت سقف الخيام، تجاوزوا 1,000,000 تشريد وإعدام، والوضع مأساوي يا عالم. ودامي الروس يعلنها تحدي من العام، إن الأسد يبقى وغيره إحطامي، والشعب يعلنها تحدي من الشام، إن النصر قايم، إن النصر قادم بإذن رب الأنام، ولا ينهزم جيش تمسك بالإسلام، ولا ينتصر ظالم وثبت كلامي. سلامتك. صح الذي هداك على هذه المعاني، وهذه شو بدال 2 50 عام.